بعد الإعلان عن قرب تجديد عقد فلاديمير بيتكوفيتش والزيادة في راتبه بعقد لغاية سنة 2028، يستوجب هدف نصف نهائي كان 2027 ولقب كان 2028 وزيادة في الراتب من 135 ألف يورو إلى 160 ألف يورو، لتبدأ الانتقادات والنباح والعويل والنعيق والنهيق، وكل ذلك لمحاولة تحطيم المنتخب الجزائري وعدم رؤيته يتألق، ولا يريدون له الاستقرار، ومنهم أيادي خارجية وحتى الداخلية من العملاء، دون نسيان الطائفة البلماضية التي في كل مرة تنطلق القافلة تجد كلابها المسعورة تنبح. وصرنا في الجزائر نكيل بمكيالين، نسوا أن جمال بلماضي أتى لمنتخب سنة 2018 براتب 70 ألف يورو، وبعد تتويج بكان مصر في 2019 والذي كان الفضل فيه للاعبين ارتفع إلى 208 ألف يورو، وليكون الأغلى في القارة دون جلب أي لقب، بل صنع ملاحم للفضائح والمهازل والفشل والخسارة بخروج مذل متذيل الترتيب بنقطة واحدة من دورتين الكان متتاليتين دون تحقيق أي فوز، ثم الكاميرون وخسارة الكاميرون أو كان الكاميرون 2021 وكان كوديفوار 2023 وإقصاء مهزلي مر دراماتيكي تراجيدي بملعب مصطفى تشكا بالبوليدة منعنا من حضور والوجود في أفضل مونديال بالعالم قطر 2022. لم يتكلموا على الإله اليوناني الذي صنعوه، ومن هنا تفهم أن شعوب العالم الثالث هي من تصنع الدكتاتوريات وتصنع الفاشلين. فلاديمير بيتكوفيتش الذي أعاد الروح والثقة لكتيبة محاربي الصحراء يستحق ذلك في ظل دهائه وحنكته وخبرته وعالميته وقوته الفنية والتكتيكية، على عكس المفلس تكتيكيا جبل بلماضي الذي لم يدرب أبدا ناديا خارج الدحيل القطري. وترون نتائج هذه السنة مع الدحيل القطري الذي خرج بموسم صفري. ستسير القافلة مستقبلا وستبقون تنبحون طوال الوقت، وبالتوفيق لمنتخب محاربي الصحراء الأسود الجزائرية الجموحة الضارية التي لا تتوقف عن الزئير، ومتأكد أنها ستتألق بالولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم. سلام.